هي قصيدة يعني نسمع منها إن شاء الله. هي القصيدة منبرية وبها حوار بين أو خطاب للسيدة الزهراء عليه السلام والعباس عليه السلام. فالسيدة الزهراء تقول: اجيت بكسر ضلعي الجفوفك يجري دمعي يا عباس. الله. أنا الزهرة وتنادي جروحي باسمك، أنا الزهرة وتنادي جروحي باسمك يا عباس يا عباس. من مناجم حزني للطف روحي تحضر، وأنا من مناجم حزني للطف روحي تحضر، وأنا بقبر المخفي والونات تظهر. الله. أعثر وحسرتي بلجمة ضلعي تعثر، ردت أشوفك يا قمر تحرس الخدر. أنظر على الراية خيمة فوق خيامك، وعمدتها جفوفك والأوتاد قدامك، خيام وبيها رضعان تشبه بيت الأحزان بالإحساس. بالظما الجفة في المدمع تكلمك يا عباس يا عباس. ودعت يا أبا الفضل صرخات العيال، وأنا ذكرني بوداع أيتام هالحال. هالوداعين اللي يرسمن نفس الأهوال، مثل بدرك ما يغيبا من على البال. بس رحت عن زينب ظلمة صار نهارها، شلون ليل غيابك يا قمر عن دارها. وصارت حالة حسين بغير منازع البين ما تنقاس، وصارت حالة حسين بغير منازع البين ما تنقاس. ومن رجع للخيام مخضبة دمك، من رجع للخيام مخضبة دمك يا عباس يا عباس.